ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ الحمد لله كويسة. ممكن تعرفيني بنفسك بس من غير اي تفاصيل شخصيه، بحيث ما يحصلكيش اي مشاكل او حاجه، سواء من اي جانب من الجانبين يعني. أنا بنت نص مصري ونص التاني من عرب 48. تمام. أمي مصرية وأبويا من عرب 48. تمام. وانتوا عايشين فين؟ صحيح. انتوا عايشين في اسرائيل. مش هنخش اسم المدينه برضو عشان ما يحصلش ليك اي مشاكل او حاجه. انت ومامتك معاكوا جواز اسرائيلي ولا معاكوا جواز ايه بالظبط؟ احنا كلنا معانا جوازات اسرائيليه. ماما طبعا كان معاها جواز مصري. تمام. بس لما جت هنا وجوزت بابا خدت الجواز الاسرائيلي، وكان معاها برضه جواز مصري، فبعد كده اسقطوا عنها. السيسي استلم اسقطوا عنها الجنسيه المصريه. ده الكلام ده بعد قد ايه او من امتى؟ ده الكلام ده من تقريبا 2013 2012 حاجه زي كده. طيب خلينا نرجع الحوار من الاول خالص. انت بتقولي مامتك مصريه، مامتك مولوده في مصر صح كده؟ ماما مولوده في مصر. طيب. وانا كمان مولوده في مصر. وانت كمان مولوده في مصر. طيب مامتك ازاي اصلا وصلت اسرائيل او عايشه في اسرائيل؟ يعني ممكن تحكي لي الحكايه من الاول؟ ايوه، ماما كانت في مصر وعايشه في مصر وشغاله في السياحه، فتعرفت على بابا. الكلام ده كان سنه كام؟ بابا طلب ايه ده؟ كان 97. 97. يعني مامتك قابلت باباكي في مصر، لو باباكي انت قلتي باباكي من عرب 48. طيب وبعد كده تعرفوا على بعض في مصر؟ اتعرفوا على بعض في مصر او طلب ايديها. طيب وازاي اصلا مامتك سافرت؟ يعني ازاي ممكن مامتك سافرت من مصر على اسرائيل او على فلسطين المحتله؟ سافرت عادي يعني، كان اياميها اصلا عادي، وبعدين هي متجوزه بابا فقدم لها على ورق يعني، وجت عادي، جت لوحديها كمان عن طريق الطياره. يعني هي خرجت من مصر، سافرت سنه 97 او 98، خرجت من مصر دايركت على اسرائيل؟ معلش لا مره تاني. مامتك خرجت من مطار القاهره، ركبت طياره ونزلت اسرائيل؟ تمام. يعني الكلام ده كان عادي سنه 97 او كان 98؟ عادي، وبعدين هي متجوزه وفي ورق وكده يعني. طيب وبعد ما وصلت عملت ايه هناك؟ اول ما جت هنا ايوه اول ما وصلت عندك عملت ايه؟ هي عاشت شويه يعني مش كتير، وجت نزلت تاني على مصر، كانت حامل فيها فولدتني هناك. ولدتني بدري يعني، فولدتني هناك. طب يعني هي لما كانت بتنزل من على اسرائيل على مصر في الوقت ده ما كانش بيحصل لها اي مشاكل في مصر؟ لا، كان ساعتها جوازها مصري، ما كانتش لسه خدت الاسرائيلي. ولا يعني هو ما كانش بيحصل لها مشاكل، بس كان اكيد يعني بيطلبوها وبيتكلموا معاها وحاجات كتير كده يعني، في حاجات تتقال وحاجات ما تتقالش. تمام. لو سألتك قلت لك عدد المصريين اللي موجودين في اسرائيل قد ايه تقريبا؟ لا، هم كتير يعني، هم حوالي 60,000، في منهم عايشين 60,000 مصري عايشين في اسرائيل تقريبا. في منهم واغلبهم. تمام. ومعاهم جوازات برضو اسرائيليه كلهم ولا بتختلف؟ بص، هو الأغلبية معاه جوازات إسرائيلية، لأنه عشان يعيشوا في إسرائيل ومعاهم جواز مصري مش هياخدوا أي حقوق يعني، حتى ما فيش حق في العلاج ولا أي حق في حاجة، فبياخدوا الجواز الإسرائيلي، لأنه أغلبهم بيكونوا متجوزين من هنا يعني، مش جايين عايشين بس عشان يشتغلوا وكده، بيكونوا أصلا متجوزين من هنا. طبعا من عام 48 بيكونوا متجوزين. تمام. انت ومامتك مسلمين صح؟ طيب كان في اي يعني مثلا في عندكم حاجه زي مثلا الجاليه المصريه في اسرائيل مثلا او حاجه زي كده؟ كانت في الجالية المصرية زمان وانا صغيرة يعني. تمام. وكله كان بيقابل كله، وكله كان بيتعامل مع كله، بس قلبوا على بعض كده فجأة، والدنيا اتقلبت وكله اتفرق يعني، ما حدش شاف حد بعدها. وفي مثلا تواصل بينكم وبين السفاره المصريه في اسرائيل؟ بص، هي السفارة بتتواصل مع الناس يعني، السفارة بتتواصل مع الناس لو في حد عليه حاجة، لو حد مطلوب في حاجة بيجيبوه أو بيتواصلوا معاه، أو حد مثلا لسه معاه الجواز المصري فعايز يجدد الجواز بتاعه. بس احنا بالشكل الشخصي يعني كان في بيننا صداقة بين بعض الناس اللي كانوا شغالين بالسفارة المصرية، بس الكلام ده من فترة يعني بعيدة. والناس تتبدل كل شوية بالسفارة يعني، كل 3 سنين بيتبدلوا الموظفين. تمام. طيب مامتك لما سافرت وعاشت هناك كان رد فعل اهلها مثلا في مصر ايه؟ هل الحوار كان صعب لا، هو سهل؟ اصلا تيتا وجده ما كانوش اصلا موافقين على الجوازه كلها. انا جده لانه حد وطني قوي لمصر وكان حاضر الحروب، وتيتا برضه ما كانتش عايزاها انها تتغرب برضه والكلام ده. بس هي على تواصل بينهم لحد دلوقتي ولا ما فيش علاقه بينها هم وبين اهلها؟ متوفيين الله يرحمهم. لا يعني الله يرحمهم، بس قصدي بقيه عيلتها يعني مثلا اخواتها. اكيد هي ليها اخوات بتتواصل معهم، بس يعني تيتا وجده توفوا من بدري. مامتك بتنزل مصر كل قد ايه ولا بتنزلش اصلا؟ لا، بقالنا من 2013 من ساعه ما اسقطوا عنها الجنسيه احنا مش بننزل، هم مش بتنزل خالص. انا بس بنزل على شرم
مش موافقين برضه ان انا انزل على مصر، مع ان انا جوازي اسرائيلي يعني، بس عشان مكان الولاده مصر مش بنزل. مصر هي اللي مش عايزانا ننزل يعني، ايوه، ما مش برضه موضوع. بتدينا فيزا. هو الموضوع برضه مش سهل. يعني انت متخيله حجم ان في مصريين عايشين في اسرائيل؟ ده بالنسبه لنا يعني وضع مش طبيعي خالص. ممكن انت بالنسبه لكم ايوه هناك الوضع مختلف شويه، بس احنا بالنسبه لنا الوضع مش طبيعي خالص. ماشي، بس من البدايه يعني، ما دام كده ليه بيوافقوا انه ينزلوا اصلا على اسرائيل ما دام ما يحصل مشاكل؟ ماشي. طيب خليني اسالك حاجه. انت اللكنه اللي انت بتكلميني بيها دي لكنتك الطبيعيه اللي انت بتتكلمي بيها، ولا انت بتحاولي تتكلمي مصري؟ لا انا بكلمك مصري، بكلم اي حد من مصري بتكلم مصري، لكن اي حد من عندي هنا بتكلم زيهم. ما انا عايشه من وانا صغيره عايشه هنا وبتتكلمي يعني. لما انت انا لما ومامتك. جيت هنا كان عندي كام يوم ولا كام شهر يعني، مش حاجه. يعني انت اتولدتي بس في مصر وبعد كده سافرتي على هناك؟ بالظبط واصلا ما كانش يعني، لا المصريين كانوا عايزين يدوني جنسيه ولا السفاره الاسرائيليه كانت عايزه تديني فيزا الجنسيه قصدي، وفي الاخر اسرائيل هي اللي ادتني الجنسيه يعني عشان طيب انت ابويا على 48. تمام. انت ومامتك بتتكلموا عبري؟ انت اكيد بتتكلمي عبري عشان انت مولوده هناك. مامتك بتتكلم عبري برضو؟ يعني اكيد كله بيتعلم. مامتك بتتكلم عبري عادي؟ مم. طيب مامتك بعد الفتره الكبيره اللي هي عايشاها دي، هي بتعتبر نفسها ايه؟ يعني هي برضو بتعتبر نفسها مصريه؟ مصرية. مصريه عادي جدا. مصرية، لا احنا كلنا مصريين، انا انتمائي كله لمصر. انت انتمائك كله لمصر، ومامتك نفس الكلام؟ انا طبعا انتمائنا كلنا، انا واخواتي كلنا انتمائنا لمصر، ما فيش جدال على دي. انت عندك كمان اخوات تاني غيرك انت؟ اه كلكم نفس الكلام؟ بتتكلموا عبري وعربي مثلا بلكنه مصريه، وعربي بلكنه بنتكلم فلسطينيه؟ عبري وعربي وبندرس هنا وبنشتغل هنا، بس انتمائنا كله لمصر، وعمرنا ما هننسى مصر يعني. حتى لو منعنا ان احنا نيجي، احنا عمرنا ما هننسى مصر. طيب بس انت اللكنه اللي انت بتتكلمي فيها يعني فيها برضو حته عبري؟ يعني في حرف الغين او حرف الره بتنطقي غين؟ لا دي ملهاش دعوة بالعبري، دي وراثة عن يعني وراثة من العيلة، ان احنا عندنا حرف الغ ده بنقوله غين يعني. يعني ده لا ملوش علاقه ملهاش باللغه دعوة. العبريه نفسها ان هي فيها حرف لا الغين لا بتنطق؟ ملهاش دعوة، لا ملهاش علاقه. لا. طيب مامتك او انت ومامتك بتتمنوا مثلا انكم تعيشوا في مصر، ولا تكملوا الحياه عندكم زي ما انتم موجودين دلوقتي؟ بص، هو احنا اصلا ان احنا نرجع نعيش في مصر صعب من كل النواحي. انا بقول لك احنا السياحة مش عارفين نيجي، مش بيدونا تأشيرة، بيدونا رفض دايما لا انا يعني. بتكلم كشعورك انت او شعور مامتك، يعني سيبك من الوضع انا السياسي. انا ماليش دعوة بشعور مامتي. انا كشعوري انا نفسي ارجع مصر ونفسي اجيها قوي كزياره يعني؟ كزيارة وكعيش فيها. أنا كان نفسي أصلا يعني. تمام. مامتك بقى لها كام سنه معاها الباسبور الاسرائيلي؟ لا من أول ما خلفتني. يعني كانت بقى لها مثلا عاشت قد ايه هناك عشان تاخد الباسبور، او الكلام ده كان بعد قد ايه؟ لا على طول ما بقى قدمناها على ورق إنهم متجوزين وكده، وعلى طول الدواء مش صعب يعني. يعني هل ده مش صعب عشان المصريين بشكل عام، هل الاسرائيليين بيحبوا يديهم لا الجنسيه لا الاسرائيليه ولا؟ هو الموضوع مش صعب يعني، كان ساعتها أصلا مش صعب. هو الموضوع صعب امتى؟ الفلسطينيين بس هم اللي صعب ياخدوا الجنسية يعني الفلسطينيين اللي هم اصحاب الارض صعب ياخدوا الجنسيه، بس لو حد مصري مجرد ان هو مصري بيدوا له الجنسيه سهل جدا؟ لا ما كان ساعتها بقى سهل عشان هي متجوزه وكده، لكن دلوقتي تيجي تقول مثلا واحد من عام 48 يتجوز حد فلسطيني او واحده فلسطينيه، ما صعب تجيب لهم جنسيه او حتى هويه. تمام. لحد دلوقتي بيسافروا المصريين هناك وبيعيشوا، ولا الكلام ده كان يعني لحد فتره معينه بعد كده خلاص؟ لا ده تبطل من زمان الكلام ده. طب في مثلا عندكم مطاعم مثلا مصريه، محلات مصريه، حاجه مصريه، ولا انت ما فيش بينكم اختلاط خالص؟ انا عايزه اقول لك انه انا عايشه في مدينه اللي هي كلها عرب 100%، يعني عرب مسلمين كلهم. فاغلب المدن هنا عرب 48 بيبقوا كلهم مسلمين وكلهم عرب. في قليل مدن اللي هي بتبقى مختلطه بين يهود وبين مسيحيين وبين مسلمين، وفي مدن اللي هي بتبقى بس يهود. ففي مطاعم عربيه، كلها مطاعم عربيه. لا انا بتكلم انا مصرية. بتكلم كمصريين بشكل خاص. في كم مطعم مصري في. طب مامتك لما اول ما سافرت هناك، طبعا انت كنت صغيره جدا، بس مثلا ما حكيتلكيش كان شعورها ايه اول ما وصلت هناك وهي عايشه مثلا؟ يعني فجاه كده كانت عايشه في مصر وبعد كده لقيت هي نفسها ماما عايشه في اصلا اسرائيل. ماما لما جت كانت صغيره قوي يعني. ماشي هي يعني. الشعور كان صعب من ناحيه غربه برضه. يعني غربه كان هي عايشه في دوله غريبه، ولا انا بتكلم كحته اسرائيل نفسها ان حد مصري عايش في اسرائيل؟ هو
هو كحد مثلا عايش في اسرائيل الموضوع عادي يعني. انا المدينه اللي انا عايشه فيها اكتر من مصريه، مش هم بس، فيها اكتر من واحده مصريه. وكلهم نفس الكلام، متجوزين من فلسطينيين من 48. اي حد مصري او مصريه موجودين هنا فهم اكيد متجوزين من 48، غير كده صعب ان هو يجي اصلا. تمام، يعني هم كلهم بيجوا عن طريق الجواز اكنهم مسافرين اي مكان عادي جدا. مش حكايه انه مثلا زي باقي المصريين اللي تلاقيهم بايطاليا ولا تلاقيهم بالخليج ولا تلاقيهم كده اللي هم مثلا بيسافروا عشان شغل او يقدروا يسافروا عشان شغل او بطرق غير شرعيه. لا، هو اللي بيجي على اسرائيل بيجي قانوني وبيجي عشان بيبقى متجوز، غير كده ما ينفعش. ومن جديد اصلا حتى لو اي حد اتجوز من هنا، ان كانت بنت او شاب اتجوزوا من هنا مش بينفع يجوا. يعني انا في عندي حاله كده لسه مكلماها من قريب، بنت متجوزه شاب من مصر، ولا هي عارفه تروح له تشوفه ولا هو عارف يجي. طبعا هو مش عارف يجي عشان دي اسرائيل، طبعا مصر بتبقى منعاه. هي مش عارفه تروح بقى ليه؟ لانه هي كانت هناك عنده موجوده، قعدت اكتر من الوقت المسموح والقانوني، لان هي ما تعرفش القانون، قعدت اكتر من 3 اشهر فاتسجنت بصراحه. ومن ساعتها بقى رحلوها جابوها هنا، ومن ساعتها ما خايفه انها تروح مصر اصلا. سنة دليل لا هي عارفه تشوفه ولا هو عارف يشوفها. دلوقتي هي مخلفه منه. تمام، هو مصري وهي برضو من 48. طيب ما بتحسيش باي، او انت ممكن الوضع بالنسبه لك يبقى صعب شويه، بس ما بتحسوش باي غربه مثلا في المكان اللي انتوا فيه، ولا انت بالنسبه لك انت دي بلدك؟ 100% حاسه بغربه. هي دي يعني انت جيت هنا وانت عارف ما تعتبرش دوله عربيه وما فيهاش اي اجواء عربيه. حتى لو المدينه اللي فيها انا عربيه ومسلمه 100% برضه ما فيش الاجواء مثلا زي اللي موجوده في مصر او اي دوله عربيه تانية. تمام، يعني مثلا في رمضان وكده ما فيش اي اجواء رمضانيه؟ مساجد مثلا؟ لا طبعا في مساجد وفي قراءة قرآن وفي صلاة وفي كل حاجة، احنا مسلمين، بس ما فيش اجواء اللي هي زي الاجواء اللي بنعيشها في مصر. يعني انتوا بتصوموا وبتصلوا عادي جدا يعني زي المسلمين في اي حته؟ مالك، احنا مسلمين. ايوه انا فاهم انتوا مسلمين، بس يعني ما اعرفش، هو الحوار غريب شويه. يعني انتوا يعني عايشين حياتكم عادي جدا، ما مش غريب ليه يعني؟ لا هو غريب، انت دلوقتي مسلم، انت دلوقتي كمحمد انت مسلم عايش في دولة أجنبية ما بتصليش مثلا؟ لا بص، عايش في أي حتة في العالم عادي، وعايش حد مصري عايش في إسرائيل دي حاجة تانية خالص. لا مالهاش دعوة. ده طبعا مختلف. يعني عايز أقول لك أنا رحت زيارة عشان كنت رايح فلسطين، وعشان بس قال إيه؟ تصلي يعني؟ لا مالهاش علاقة بالصلاة، يعني قصدي أنا بس مجرد إن أنا دخلت فلسطين عن طريق بن جوريون، الهجوم اللي تعرضت له كان بطريقة مش طبيعية. مجرد بس إن أنا دخلت علشان ما سكتش ولا هديت وأنت بعدين جاي في وقت وانا عارف ما كنتش عارف ان يحصل كده. لا يعني كان لازم برضو يعني نعلي عليهم شويه، يعني كان لازم نعمل اي لقطه هناك، بس الحمد لله الحوار ماشي على خير يعني. ارجع بقى تاني. ما ان شاء والله كنت ناوي، بس دلوقتي حاليا خلاص صعب بعد اللي حصل وبعد اللي عملوه، هيبقى صعب ان انا اجي تاني، بس كان نفسي والله اجي زياره تاني ان شاء الله باذن الله. خلاص تمام، شكرا. كان نفسي طبعا اكلم مامتك، بس عارف الموضوع هيبقى صعب شويه مع مامتك انها تطلع تتكلم. لا هي ما بتحبش الحياة دي اصلا كمان. هي مامتك تمام، مامتك لحد دلوقتي بتتكلم يعني اللكنه بتاعتها مصريه عادي جدا، ولا اتاثرت شويه باللكنه العبريه؟ لا بتتكلم طبعا مصري، يعني حتى لما بتتكلم زينا بيبقى ملخبط في مصر. يعني ما دخلش عليها اللكنه العبريه غيرت كلامها او طريقه نطقها؟ حضرتك احنا بنتكلم هنا عربي، بس انت فاهم ايه، احنا هنا بنتكلم اصلا عربي مش عبري. تمام. وهي ليها اصحاب هناك كده مصريين؟ دلوقتي مثلا يعني انا دلوقتي مثلا مع عيلتي ولا مع صحابي ولا مع اي حد انا بتكلم عربي، بس بتكلم فلسطيني، اللهجه الفلسطينيه. تمام، اللهجه المصريه دي انا بتكلم فيها مع المصريين. خلاص شكرا ليكي جدا.